في ايه ضرب النار ده يا عمي؟ مش عارف. يلا يا ابو عمو توكل على الله من هنا يا ابو عمو. زي ما قال لكم يا ابو عمو، اتوكلوا على الله بدل ما علي اليمين. في ايه ضرب النار ده يا عمي؟ مش عارف يا اخوي، دور اطلع بسرعه. امال مين الناس دي يا عم صبري؟ انتوا ما تعرفوش ان الطريق دي عليها مشاكل يا ابو عمو ولا ايه؟ لا ما نعرفوش يا ود العام، احنا رايحين للمعلم كايدو. انت كمان بتزعج ومعدي في طريقنا. لا ومش معدي في طريقنا بس، ده بيقول لك رايح للمعلم كايدو، الراجل العدوي اللي انا بكرهه، اللي بيني وبينه مشاكل سنين وايام بسبب الارض اللي انتم ماشيين عليها دي. والله يا ابو عمو احنا ما نعرف ان الطريق ده عليها مشاكل، وبعدين احنا جايبين فلوسات هندوهم للمعلم كايدو ونتوكل على الله. يلا يا ابو عمو توكل على الله من هنا يا ابو عمو. زي ما قال لكم يا ابو عمو، اتوكلوا على الله بدل ما علي اليمين. ادي لكل واحد فيكم طلقه، والحج كايدو بتاعكم دي مش هينفعكم، ويلا خدوا مكانتكم دي وتوكلوا على الله. يلا وقفوا يا رجاله. وبعدين يا ديزل، الناس دي جايه له ضيوف، من المفروض من الاصول بتاعتك انك انت تضيف الناس دي، مش تزعق فيه. اهو يا ابو عمو الحاج كايدو جاب نفسه. وبعدين يا معلم كايدو، احنا لو عارفين الطريق دي عليها مشاكل ما كنا جينا من اساسه. يا ابو عمو قلتها لك مره، خد مكانتك وتوكل على الله بدل ما عليها الحرام ابندقك انت والمكني. وانت يا كايدو انا طريق ما حدش هيعدي عني، سواء انت او اي حد جاي لك، لو عليها موتك. حوار مشاكلنا انا وانت على الارض ده حوار لوحده، وحوار انك انت توقف حد ضيف لي وتحلق عليه وتزعق فيه ده كوم تاني لوحده يا ديزل. اوعى يا عم صبري.